ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، دخلنا على الاكل على طول لان احنا بنصور عند حماتي ربنا يبارك لها. فما بعرفش اقول المقدمه قوي يعني، فقلت اخش بقى على الاكل على طول. بصوا احنا منضفين الكرشه كويس جدا. دي بص لو ما اتنضفتش حلو بصراحه ما تتاكلش. تمام، وبنقطعها قطع صغيره خالص، يعني حماتي ربنا يباركها هي اللي بتحب تقطعها، وبتقطعها لي قطع صغيره خالص على قد مثلا اللقمه او على قد المعلقه او على قد الاكله، اكله بسيطه جدا. بس كده. بس بقى تغلي بقى وتاخد كده وتدي مع بعض بشكل ودي لحد ما تستوي خالص، ويعتبر تخش في سوا كامل مش نص سوا، عشان في ناس اول ما تبدا خلاص تخش في السوا بتروح شايلها. لا، انا بحب اديها سوا كامل، لان بحب بس ان انا اسبكها او اديها غلوتين في الصلصه، بس بتبقى طعمها حلو جدا. وهوريكم طريقه الصلصه الجميله بتاعتنا. بصوا انا بوريكم، بصوا التقطيعه صغننه ازاي، وهي كانت اكبر من كده بس طبعا لما نزلت الميه كشت شويه. تمام، هسيبها بقى تستوي كده. طبعا حطيت المنكهات في الميه بتاعتها، حطيت الورق لوري وحبهان وبصلايه وطماطمايه، وسبتها بقى. بصوا استوت، يعني استوت خالص وجميله جدا بجد. انا بس عايزه اوريكم هي قد ايه مستويه. بصوا هي مستويه سوا كامل. تعالوا بقى نعمل الصلصه بتاعتها ايه الجميله بجد، بطريقه هتعجبكم والله العظيم. بناكلها اكل كده حاف من غير رز او من غير عيش. لو انتوا ما بتحبوش الكرشه جربوها بالطريقه دي، والله العظيم هتاكلوها وتاكلوا صوابعكم كمان وراها. طبعا بحمر البصله. معلش ان لو الكاميرا بتتهز شويه او التليفون، لان انا اوريدي ماسكاه للاسف بايدي. طبعا انا لما بروح عند حماتي مش باخد ستاند معايا وكده يعني. تمام. خلاص حمرت البصله وحطيت كمان فصين توم كده يتحمروا ويتشوحوا معاها. عشان يدوا ريحه وطعم جميل، يعني جميل، وبيدوا نكهه حلوه قوي قوي قوي. جربوها على طريقه ام هاجر، هتحبوها جدا جدا جدا. هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا الجميله، هنسيبها بس تتسبك او تغلى غلوتين، وبعد كده ننزل بيها في الكرشه. وساعات بقى بديها بس غلوه بسيطه جدا، وانزل الكرشه عشان ياخدوا مع بعض كده ايه، ويستووا كده من بعض وياخدوا من طعم بعض الجميل. والكرشه كمان تكمل سوا، تبقى مستويه على الاخر. هديها يا دوب غلوه او غلوه يعني بسيطه جدا، وانزل بقى بالكرشه بتاعتنا النهارده. بصوا بقى المكون خلاص اديتها غلوه اهيت، وهنزل على طول بقى بالكرشه الجميله بتاعتنا بقى، تاخد وتدي كده معاها بجد والله. بتبقى طعمها حلو قوي. طب يا مهاجر، انا في اول قبل ما افتح الفيديو اديتها غلوه لوحدها ودلقت الميه عشان الريحه بتاعتها، وبعد كده غيرت لها الميه تاني بالمنكهات بتاعتها. نسيت اقول لكم كده في اول الفيديو، فمعلش عشان تركزوا مع بعض. هوت حطيت لها قالب ماجي. تمام. وقلبين ماجي يعني، وهحط لها شويه فلفل اسمر وشويه شطه. حرفيا الشطه بتودي طعمها في حته تانية خالص، وبتبقى طعمها حلو جدا. جربوها على طريقه ام هاجر هتعجبكم جدا. لو انت مش بتحبيها هتحبيها بالطريقه دي. لو وصلتي لحد هنا بقى في الفيديو حطي لايك حلو منك لو انت بتحبي الكرشه، وما تنسيش كده دعوه حلوه منك وتشجعيني بكومنت، لان انا محبطه اليومين دولت ومش عايزه ان انا اكسل عنكم. والله في فيديوهات عندي حلوه جدا وعايزه انزلها لكم، بس بلاقيش في تفاعل فاحس باحباط شويه، بس لا ان شاء الله مكمله معاكم. تمام. المكون بقى الاساسي اللي انا قلت لكم عليها، طبعا هحط لها بس سنه ملح صغيره وشطه كده بقى، شويه شطه كده محترمين بجد والله، بيدوها نكهه حلوه جدا وطعم حلو قوي 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 قوي. وهسيبها بقى تستوي واوريكم الشكل بتاعها عامل ازاي. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الشكل الجميل ده بقى؟ والله العظيم طبق كرشه هتاكلوا صوابعكم وراه وهتقولي لي تسلم ايدك يا ام هاجر. ما تنسيش بقى تحطي لايك حلو منك وكومنت تشجعني فيه وكلمه طيبه كده منك، لان زي ما بقول لك محبطه ومحتاجه ان انا انزل الفيديوهات، بس ما تنسوش التفاعل لان التفاعل ده اللي هيرفع القناه. فارجوكي تفاعلي 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 وحطي لايك حلو منك وشجعيني، لان في شويه بقى وصفات حلوه للعيد هنزلها لكم اهو قريب. بس بقى حطي لايك الجميل بتاعك وحطي لي دعوه حلوه منك.